الرحمن الرحيم. النموذج الثاني يا جماعة من النماذج الاسترشادية. أي تغيرات يؤدي إلى نقص المقاومة الكهربية للمعدن. نقص درجة الحرارة، طبعا زيادة الطول يزود المقاومة، زيادة الإلكترونات تزود، نقص المساحة يزود، يبقى نقص درجة الحرارة. عند زيادة طول سلك معدني للضعف فإن التوصيلية التوصيلية طبعا تبقى ثابتة، ملهاش دعوة بالكلام ده. 4 أشكال متصلة بالطرق زي ما أنت شايف كده. بقول بقى؟ أي الأشكال تكون المقاومة المكافئة للمجموعة متساوية. تعالى يلا ولاد كده، ده ار وار، ده ار وار يبقى 2 ار، وهنا ار وار يبقى 2 ار، 2 ار و2 ار توازي بار، يبقى دول بار. الشكل واحد مقاومته ار، والشكل 2 نفس النظام، ار وار 2 ار، وهنا ار وار 2 ار توازي بار. هنا المقاومة المكافئة التيار هيمشي كده، دول كده 2 ار مع ار توازي، يعني 2 ار في ار على 2 ار زائد ار على 2 ار زائد ار، يعني معنى كده 2 ار تربيع على 3 ماشي، يعني تلتين 6 من 10 وواحد يبقى 1 و6 من 10. طب هنا ار وار توازي بنص، وار وار توازي بنص، نص ونص واحد، لا دي ار ودي ار ودي ار، يبقى انت عندك 3 اشكال 1 2 4 1 2 4. الاجابه ج. السؤال اللي بعده، شكل مقابل دائره كهربيه ما قيمه التيار؟ يلا يا جماعه، الداخل بيساوي الخارج، الداخل بيساوي الخارج. هنا داخل 9 وداخل ار، خارج 7 وخارج 5 وخارج 3، يبقى 9 زائد اي بيساوي ادي كام؟ كده 15، يبقى الاي بيساوي 6 امبير. الاجابه 6 امبير. بيقول الشكل المقابل، سلكان معزولان بعضهما يمر بكل منهما تيار نفس الشده موضوعان بالشكل اللي قدامك. اي النقاط يكون فيها اكبر مجال وللخارج؟ طبعا لو مسكنا السلك ده مجاله كده اكسات، وهنا نقط. السلك التاني تحت اكس وفوق نقط. طب ما هنا المجال طرح، هنا المجال طرح، يبقى هنا الجمع وهنا الجمع، هنا جمع للداخل وهنا الجمع للخارج، يبقى هي النقطة دي عاوزين الجمع والخارج، أكبر مجال عند النقطة دي. السؤال اللي بعده، يوضح الشكل ثلاث، وضح الشكل يا جماعة اللي قدامنا ثلاث مكونات كل منها بيحمل تيار. عاوزين نعرف المجال هيكون فين. يلا ولاد، اللي جوه دي مجالها لبره، واللي بره دي مجالها لجوه، والسلك ده مجاله لبره. يعني انت عندك الحلقه اصلا اقوى من الحلقه الصغيره اقوى من الكبيره وعامله لبره ومعاه السلك مساعدها، يبقى المجال للخارج يا جماعه. هي الصغيره اصلا اقوى من الكبيره وعامله لبره والسلك مساعدها، يبقى عمود على الصفحه ونحو الخارج. السؤال اللي بعده، لفه سلك على شكل لفه واحده، لفه دائريه واحده، وتم لفه تاني على شكل 3 لفات، فإن كثافة الفيض، اكتب القانون ده اهو، قانون تحفة، بي 1 على بي 2 بيساوي ان 1 تربيع اي 1 على ان 2 تربيع اي 2. نفس التيار، كثافة كانت كام معرفش، بقت كام عاوزين نعرف، كانت لفة بقت 3، يبقى إذا بي 2 9 بي 1. إجابة ج. السؤال رقم 8، سلكان وفي قوة متبادلة بين السلكين. قانون قوة متبادلة اف بتساوي ميو اي 1 اي 2 ال على 2 باي دي. قلت المسافة للربع، هنحط نوع ربع، وزاد التيار كل منهما للضعف، هنا 2 وهنا 2. طب 2 في 2 على ربع، 2 في 2 على ربع، يعني 2 في 2 في 4 ب 16. جلفانو حساس قديم بالمعمل، قراءة نهاية تدريجه 200. قمت بإمرار تيار 50 ملي مايكرو أمبير خلال ملفه،
فاشار مؤشره ل 60. قال لا، يعني هو يعني انا مررت 50 شاور 60، دخلت له 50 شاور 60، يبقى جهاز بايظ. بس بايظ بسبب ايه؟ نقص معامله نفاذيه. ما كانش يقيس ال 50 50، كان يقيس ال 50 40. زياده الاحتكاك ما كانش برضه يقيس ال 50 50. ضعف المغناطيس ما كانش يقيس ال 50 50، كان يقيسها اقل. انما اكيد الملفات بتاعته مهويه فمخليها بيقيس بزياده. الاجابه الثانيه. السؤال رقم 10 بيقول اعطينا ده جلفان ومعاه مجزء. بيقول حتى تصبح الحساسيه اقل يمكن نقط. اكتب الحته المعلومه اهي. الحساسيه طردي مع الار اس، والمعلومات دي انا علمتها لكم. الحساسيه طردي مع الار اس. انت عاوز الحساسيه تقل تاخد ار اس قليله. طيب هي الاس اللي عندك اصلا موجوده اس، قللها بقى. ما ينفعش تاخد 2 اس و4 اس، قللها. طب اقللها للربع ولا نص؟ للربع احسن، لان انت عاوز اقل ما يمكن. هي دي حلوه ودي حلوه، بس اقل ما يمكن تاخد اقل حاجه ممكن عندك، يبقى ربع اس. السؤال 11 اي الاجراءات لا ينتج عنه قوه دفع كهربيه مستحثه داخل مجال مغناطيسي. ايه ما بيولدش اي ام اف؟ تغير المساحه لا يولد، ده يولد. ترك المغناطيس ساكنا داخل مجال متغير يولد. ترك المغناطيس ساكنا داخل مغناطيس منتظم، لا ده فعلا لا يولد، يبقى ايه دي الاجابه. تغير الزاويه يولد، يبقى الاجابه ج يا جماعه. السؤال اللي بعده رقم 12 اي الاجراءات التاليه يؤدي الى نقص قوه دفع كهربائيه المستحثه بين طرفي سلك. ماشي، يلا يا جماعه. نقص ايه؟ نقص قوه دفع الكهربائيه. اكتبوا اي ام اف بتساوي بي ال في طرفي سلك. وممكن الفي دي تتعمل كده اكس على التي. طب يلا، زياده السرعه، لا اذا زودنا السرعه الكهرباء تزيد، الفي تزيد. زياده زمن التحرك، تصدق دي حلوه، زود زمن التحرك الكهرباء تقل. دي تقل فعلا. نقص الزمن، لو نقصنا لا الكهرباء تزيد، مش هينفع. زياده كثافه الفيض الكهرباء تزيد، يبقى الاجابه باء. سؤال 13 وضح الاشكال التاليه تيار مستحث في ملف نتيجه زياده او تناقص الفيض. تيارات عامله كده اهي. فبيقول مين في دول اي الاشكال صحيحه طبقا لقاعده لينز. بصوا يا جماعه، الفيض كده داخل ومتزايد. لما الفيض يتزايد الملف ده يعمل فيض معاكس. طب ما مظبوط اهي. طب بصوا لازم الفيضين وقت التزايد يعمل اهو، التزايد يعمل فيض معاكس. طب الفيض اهو وتيار اهو مظبوطه، لا دي مظبوطه، دي تتفق مع لينز. طيب الفيض متزايد، الفيض الاصلي متزايد، الفيض المستحث ضده مظبوط. والتيار كده مظبوطه. تالت واحد الفيض الاصلي متناقص والتاني عامل ضده مظبوطه، بس ضده دي التيار بالمنظر ده مظبوطه، بس ده فيها حاجه في الرسم اللي هي بقى السهم ده، لان المفترض وقت التزايد بتعمل فيض معاكس، وقت التناقص بتعمل فيض مماثل. بامانه هنا اهو الفيض ده اهو تناقص، يبقى كان لازم ده اهو يبقى معانا عشان يعوض النقص. هنا الفيض الاصلاني متناقص، ده متناقص فعاملين فيض مستحث معاه عشان يعوض النقص. والتيار مظبوط والمجال مظبوط، كله مظبوط. ده هي بس غلطتها ان السهم ده كان المفترض يبقى هنا، يبقى هي دي اللي هناخدها، لان بقول لك كله صحيح، اي الاشكال ليس صحيح، الشكل ده لسه صحيح. ايه اللي مش صحيح فيه؟ ان الفيض ده هو طالما تناقص كان لازم الفيض المستحث يكون مماثل عشان يعوض النقص. يبقى الرسمه دي. السؤال 14 بيقول شكل مقابل سلك يتحرك بسرعه v في مجال مغناطيسي، فإن اتجاه التيار المستحث في السلك. يلا يا جماعه السرعه اهي اهي. الفيض نقط يبقى نعمل كده، نقط كده. الحركه اهي فيلم اليوم بالطياره اهو. فيض حركه تيار، التيار كده وبره كده، يبقى التيار من ال بي
البي دي صح ودي صح. وجهد البي اكتر من ايه؟ بصوا بره بصوا بره، ما تحكمش جوه السلك، السلك يعمل كبطاريه. جهد النقطه A اقل من بي، اقل من بي. الاجابه بقى. السؤال اللي بعده، اي الطرق يؤدي الى تكوين تيارات دواميه؟ مرور تيار مستمر؟ لا، المستمر ما يعملش. تحريك قطعه معدنيه في مجال مغناطيسي منتظم؟ يعمل. تعرض قطعه معدنيه ساكنه لمجال منتظم ساكنه ومنتظم؟ ما تعملش. مرور تيار مستمر؟ قلنا المستمر ما يعملش، يبقى الاجابه بقى. بيقول يا شباب اذا كان في اس على الفي بي ب 10/3 فان اي اس على اي بي، يا سلام، 3/10. هو في اس على الفي بي بتساوي اي، في اس على الفي بي بتساوي اي بي على اي اس، علاقه عكسيه. هنا عطينا في اس على الفي بي 10/3 وعاوز اي اس كمان، ماشي، يبقى اي اس على اي بي، يبقى هي نفس النسبه، لان احنا عندنا في اس على الفي بي بتساوي اي بي على الاي اس. اذا في اس على الفي بي عطانا 10/3 وعاوز اي اس على الاي بي، عاوز اي اس على الاي بي، يبقى نقلب النسبه 3/10. ماشي. الفي اس على الفي بي 10/3 واحنا عاوزين اي اس على الاي بي، زي ما انا كنت كاتب في الاول 3/10. الاجابه بقى. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده، لديك 4 محولات، يا سلام، خافضه للجهد وغير مثاليه، موصله بنفس الفرق الجهد المتردد. بيقول اي الاشكال الاربعه، مالها ايه الاشكال الاربعه ايه؟ اذا علمت ان نسبه ان بي على ان اس ثابته، اي الاشكال اهي السؤال يا جماعه توضح اكثر المحاولات كفاءه. طبعا ده قلب مقسم لشرائح، حلو. مقسم لشرائح، حلو. غير مقسم وحش، غير مقسم وحش، دول حلوين. طب الحلو بقى ابو تردد 50، انا بقول لك نسب اللفات واحده، ولا ابو تردد 60؟ بلاش ابو تردد 60، لان ده يعمل تيارات دواميه اكتر. خلينا في اللي تردده قليل. يبقى الاجابه ده اهو، الشكل رقم 1. الشكل رقم 1. السؤال اللي بعده، فكره اميتر الحراري، طبعا تاثير حراري دي مفيش فيها كلام. يوضح الشكل التالي الزمن دايره رسمه مكثف مشحون، فبقول لي شكله يبقى عامل ازاي بعد 3/4 دوره. بص هو ليه، هو المكثف لما يبقى مشحون كده، الطاقه موجوده هنا فين؟ في الملف. بعد اول ربع دوره الطاقه بتطلع منه وتروح للملف كده، ماشي. بعد كمان ربع دوره الطاقه ترجع له تاني، ترجع له تاني، بس من تحت موجب ومن فوق سالب. الطاقه رجعت له تاني. بعد كمان ربع دوره طلعت منه تاني، بس طلعت منه من تحت بقى، بدأت تطلع منه من تحت بقى، من هنا كده، وتيجي الملف. بس يعني بعد ادي ربع 3/4 مش هيبقى في شحنه هنا، الكيو هتبقى صفر، الكيو هتبقى صفر، الكيو هتبقى صفر، والكهرباء جايه من تحت، هي جايه من تحت اهي. يبقى دي الرسمه، والتيار بيبقى قيمه عظمى. دي الرسمه، الاجابه د مظبوط. ماشي. سؤال 20، دايره رنين تستقبل تردد اف، عشان تستقبل 3 اف نعمل ايه؟ ماشي، ومال انت عاوز ده يزيد يبقى 3، نقص سعه المكثف للتلت. لا بلاش ده عشان هتطلع من تحت الجذر تلت. دي حلوه، ممكن لو نقصنا ده ل9 يطلع بره بتلت، يقلب فوق ب3. مظبوط، يبقى الاجابه بقى. السؤال اللي بعده بيقول لك اي مما ليس من خاص الفوتون له طبيعه موجيه، له طبيعه جسيميه، تتناسب طاقته
طردي مع الطول الموجي؟ لا 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 لا, لا. هي طردي مع التردد، يبقى عكسي مع الطول الايه؟ الموجي. هي دي طردي مع التردد اهو. يبقى الاجابه ج. فوتون السؤال 22، فوتونين طولهم الموجي 3000 و 6000، كميه التحرك هتبقى عامله ازاي؟ لامدا بيساوي اتش على البي ال، يعني لامدا مع البي ال علاقه عكسيه، يبقى بي ال اكس على بي ال واي يساوي لامدا واي على لامدا اكس. لامدا واي اهي 6000 على 3000، يبقى 2 على 1. السؤال 23 يا جماعه، كل ما الرسمه علت لفوق كل ما الحراره بتاعتها علت لفوق. بيقول لي رتبهم من حيث الحراره. تي اكس اكبر من تي واي اكبر من تي زد. اول واحده 23 ده اجابته اول واحده. 24 ولاد تعالوا نعد كده بسم الله. ادي 1 2 دي كده كلها موجة على بعضها، 1 وهنا كده اهو موجة تانية، ودي تالتة ودي رابعة ودي خمسة ودي سادسة، 6 موجات. القانون بيقول 2 باي ار بيساوي ان لامدا، يبقى 2 باي ار بيساوي ان ب6 لامدا. ممكن يشيل على 2 في الواحد على 2 في الثلاثة، يعني هيبقى الباي ار بيساوي 3 لامدا اهي موجودة في الإجابة دي. السؤال اللي بعده، أي الأطوال الموجية التالية مميزة؟ مميزة اللي قصاد البوز 6 و8 أهو، 6 و8 مميز يعني خطي. أعطينا رسمة بقول أي المكونات لها دور هام في إثارة الهيليوم. اللي بيصير الهيليوم اللي هي الطاقة الكهربية المكون واحد. إذا كان فرق الطور 4 باي فإن فرق المسار يا جماعة فرق الطور جزء من ال2 باي وفرق المسار جزء من اللامدا. لو قسمناهم على بعض يبقى فرق الطور على فرق المسار بيساوي 2 باي على لامدا، وعاطي فرق الطور 4 باي يبقى 2 باي على لامدا بيساوي 4 باي على فرق المسار، يبقى 2 لامدا 2. السؤال 28 في ليزر هيليوم نيون اعطينا شويه ترتيبات. ما المخطط الصحيح الذي يوضح بطريقه صحيحه استثاره ذرات النيون بواسطه الهيليوم؟ يا جماعه انت لازم تدي الاول الهيليوم الطاقه يطلع لفوق للاي 3، وبعدين يبدا. ما هي مفيش غير دي، هي دي الوحيده. الرسمه بقى يا جماعه هي دي الرسمه الوحيده الصحيحه عندنا في الرسومات دي. مجموعه من البوابات المنطقيه، مجموعه من البوابات المنطقيه متصله معا. بيسال اي الجداول يحقق يمكن الحصول على تلك المجموعه. ماشي يلا بقى نجرب. انا مزرق كده يا مستر عندنا A 0 1 1 الاند دي بنعمل فيها علامه في والاور زائد 1 في 0 هتدي 0، وهنا 0 في 1 ب0، 0 زائد 0 ب0، يبقى دي مش صح. يبقى هات اللي بعدها 1 0 1 1 في 0 ب0، وهنا 1 في 1 ب1، 1 زائد 0 ب1 مش 0. ثم 1 في 1 وهنا 0، 1 في 1 ب1، 1 في 1 ب1 هيطلعوا هنا ب1 مش ب0. يبقى اخر واحده نجربها يلا. 0 1 1 0 في 1 ب0، وهنا 0 في 1 ب0، والصفرين يطلعوا ب0، يبقى هي الاخيره. الشكل المقابل فرق جهد الدايود قد ايه؟ الدايود ده متوصل توصيل عكسي يعني التيار ب0. يعني معنى كده التيار ب0 يعني النقطه دي مفيش فيها مش واخده جهد ولا دي، يبقى الجهد هنا زي هنا بالظبط، اكنك مركب فولتميتر على المصدر. خلاص جهد النقطه دي زي دي، جهد النقطه دي زي دي، فالجهد هنا زي هنا 8 فولت. اي الاشكال يوضح ترانزستور بي ان بي يستخدم كمفتاح.
البي ان بي يستخدم كمفتاح. مفتاح اولا استنى، بي ان بي مش ان بي ان، اميتور بيس كوليكتور. نوصل اهي، لازم نوصل القاعده الاميتور بيس توصيل امامي. توصيل امامي يعني البلوره السالبه بالقطب السالب والبلوره الموجبه بالقطب الموجب. ايوه، السالبه بالسالب والموجبه بالموجب. يبقى هنا السالبه لا دول مش نافعين. السالبه بالسالب والموجبه بالسالب، دي ودي صح. واحنا معروف دايما بقى ان الاميتور بيز، الاميتور بتوصل توصيل امامي، يعني ده موجب يبقى هنا موجب. ما هنا بي ان بي كده سالب بسالب وموجب بموجب، يبقى ده توصيل امامي. والاميتور معروف دايما بتوصل توصيل امامي، يعني الموجب بالموجب. والكوليكتور ده يتوصل خلفي، يبقى الموجب بالايه؟ بالسالب. يبقى الرسمه دي، الرسمه د مظبوط. بلوره من النوع بي، تركيز الذرات المستقبله 10 أس 20 اللي هي الفجوات. يعني اذا علمت ان حاملات الشحنه والبلوره النقيه دي اللي هي ان اي. يا جماعه المفترض ان انت تحفظ القانون ده وكده، والله العظيم احلى حاجه. بي ان مطعم بيساوي بي ان نقي. اللي هي بيحطوا اللي احنا بنعملها كده، بي ان بتساوي ان اي تربيع. الاثنين دول بياخدوا رمز اسمه ان اي. طب ما هو عاطينا الان اي اهو، والفجوات 10 اس 20. يا ترى الالكترونات كام؟ حسبناها، طلعت الالكترونات طلع الرقم بقى. عاطينا الرسمه وبيقول في الشكل المقابل عاوز قوه دفع الكهربيه وعاوز المقاومات اللي عندنا. ماشي، التيار 2.5 مشى منه هنا 1 وهنا 1.2، يبقى اللي باقي هنا اهو 2.5 ناقص الكلام ده يعني 1.3. لا ده 3 بس. 3 بس. ومال؟ طب ما تيجي نقول اي ار بيساوي اي ار، يعني 1 في 6 بيساوي 3 في الفرع ده كله. يبقى الفرع ده كله هيبقى 6 على 3 20. شيل منهم 7 يبقى دي 13. يبقى المقاومة دي 13. طب الفي باتري بتساوي اي في ار كابيتال زائد ار سمول. الاي اللي هو الكلي، كل 2.5، والمقاومة الكلية احنا قلنا دول 20 ودول 6 ودول 5. هناخد 20 مع 6 مع 5 توازي. هو ال 20 مع ال 5 توازي ب4. ال 4 مع 6 توازي ب 2.4. وفي كمان معاك 8، فيما كمان معاك 9. اضرب دول في بعض، بالآلة الحاسبة، فيطلع الناتج ألف إن شاء الله. السؤال 34 حط لنا هنا أميتر، هنا فولتميتر V2 V3 V1. بيقول لك إيه اللي يحصل لما نقص؟ ماشي، الار في لما قلت التيار زاد. خد معاك، يبقى التيار زاد، يبقى انا اول واحده او تاني واحده. طب الفي 1 راكب على المصدر والار سمول بصفر، يبقى ثابت ما عادش تكمل، يبقى الاجابه الف. الفي 2 عموما يلا مش اشكال، الفي 2 راكب على مقاومه ثابته بس تيارها زاد فكان لازم يزيد، والفي 3 قل. ماشي، يبقى الاجابه الف. سؤال 35 يتحرك الكترون عمودي على الصفحه للخارج. لما يتحرك الالكترون للخارج يبقى تياره للداخل في مجال مغناطيسي عمودي على الصفحه نحو الجنوب. المجال اهو نحو الجنوب اهو. فان القوه ايوه لا، بصوا كده، المجال اهو، التيار اهو بالحركه اهي، فيلمنج اليسرى بفيلمنج اليسرى كده، يبقى الحركه جهه غرب الصفحه، يعني غرب الصفحه. 35 ده غرب الصفحه. السؤال اللي بعده جايب لنا سلك هنا وملف هنا. يلا يا جماعه، الملف ده مجاله هيبقى عامل كده، الملف ده مجاله كده، والسلك ده مجاله كده اهو.
يبقى المجالين، مجال للملف ومجال السلك مع بعض. وجهة اليمين، معلش ده يا جماعة بي 2 زائد بي 1، معلش ده خطأ في الامتحان. بي 2 زائد بي 1، يبقى الإجابة ألف. بي 1 زائد بي 2 هو المجال ناحية اليمين. السؤال 37 بيقول ما الاختيار الصحيح لترتيب الكثافات يعني. يلا نمسكهم واحدة واحدة. أول واحدة دي بي توتال بيساوي ميو الان بنص والاي باي وعلى 2 ار والار 2 اي. يعني معنى كده نقدر نقول ان ميو اي على الاي والكسر تمن. تاني واحدة بي بي بتساوي ميو والان بواحد والاي اي ودي 2 في 2 اي. يعني معنى كده ان ميو اي على الاي والكسر ربع بي سي ميو ده بقى ده وده نجمع الاثنين مع بعض، الصغيره والكبيره. ميو نص والاي اي على 2 الصغيره نص قطرها ايه زائد المجالين هيتجمعوا ميو في نص في اي على 2 في 2 ايه. فهيبقى ميو اي على الايه، ولو جمعنا هيبقى هنا ده هيبقى ربع زائد 5/10 على 4 1.5 على 4 1.5 على 4. ماشي. وعلى فكرة التمن دي أنا ممكن أعملها، ممكن أعمل التمن دي عشان تبقى كده يعني. ممكن أعمل ميو آي على الإيه وأعمل نص على 4 عشان يبقى كله يعني مقام 4، عشان يبقى كله مقام 4. طب البي دي مجال ده وده ضد بعض، يعني نفس ده هو بس ضد بعض. ميو نص اي على 2 ايه ناقص ميو نص اي على 2 ايه، يبقى 1 ناقص نص. زي بدل ما جمعنا هنطرح، ايه زي ده بالظبط بس بدل الجمع طرح. يعني هيبقى نص ميو اي على 4 ايه. بصوا بقى على الرقم ده، بصوا على الرقم ده، بصوا على الرقم ده، في رقمين طلعوا زي بعض. تصدق بي اي وبي دي مفيش حاجه فيها بي اي ودي قد بعض اللي ده. طب بي سي اكبر حاجه بنشوف كده نتاكد. بي سي اكتر حاجه 1.5 وده بعدها مظبوط كده. يبقى الاجابه باء. الاجابه باء. السؤال اللي بعده اي الاختيارات يعبر عن دور القصور الذاتي والقوه الدافعه الكهربائيه العكسيه. العكسيه بتعمل على انتظام سرعه الدوران، والاسطوانه المشقوقه المحافظه على الدوران، والقصور الذاتي استمرار دوران الموتور في الوضع العمودي. اعطينا رسمه الاي مع التي. عاوز رسمه الكهرباء. اي ام اف بتساوي سالب ال دلتا اي على دلتا تي. هنا كون ان في تغير في التيار بالموجب والميل ثابت، يبقى الكهرباء بالسالب وثابته. هنا في تغير في التيار بالسالب مع سالب لينز، يبقى الكهرباء بالموجب وثابته عشان الميل ثابت. يبقى الرسمه جي. يوضح الشكل جهاز اميتر يتم توصيل المجزء بيوصل هنا يا جماعه ما بين الاكس والزد. الملف اللي قدامنا عاوزين نجيب الحس الذاتي الكلي. دول كده توالي 20 و12 و10 2 وكام؟ دول كده 22 ودي يبقى 42. 42 مع السبعة 2 7 في 42 على 7 زائد 42 هيتاخدوا مع بعض توازي. 7 في 42 على 7 زائد 42 ب6. كده ب6. يبقى بقى كل ده يبقى المنظر عامل كده 4 و6 و8 18. باستخدام البيانات الموضحه قيمه المعوقه كام؟ يلا يا جماعه. الزد بتساوي جذر ار تربيع زائد اكس ال ناقص اكس سي لكل تربيع. الار ب3 تربيع والاكس ال ب7 ناقص 3 دي كام؟ 4 يبقى 5. والزاويه تان سيتا بتساوي اكس ال ناقص اكس سي على ار، يعني اكس ال اللي هي 7 ناقص 3 على
3 4/3. بس خلي بالك الاكس ال اكبر، يعني الزاويه تبقى موجبه مش سالبه، يبقى خلاص يبقى هنا كده وتطلع 53/13. الاجابه 1000. الميجر الكتروني الجهد كان 200 800 بقى 200. اكتبوا يا جماعه V1 على V2 بتساوي، احنا عندنا قانون بيقول اي في بتساوي نص ام في تربيع. الجهد مع السرعه بالمنظر ده، ده سرعه، ده جهد ودي سرعه. جذر V1 اهي سرعه اهي وجهد اهو. السرعه الاولى على السرعه الثانيه بيساوي الجهد الاول على الجهد الثاني. 800 على 200 يبقى يعني جذر 4/1 يعني 2. يبقى السرعه الثانيه نص السرعه الاولى، نص. بس عاوز الثانيه ولا السرعه؟ النسبه بين، ما هو لو عاوز النسبه زي ما هي يا جماعه سيبها زي ما هي مش نص بقى، عاوز النسبه. يبقى V1 على V2 كان نسبة 2/1. تردد الفوتون وانبعاث من ذرة الهيدروجين عند هبوط الإلكترون من مستوى NL وماله؟ EN ناقص EL بتساوي اتش نيو. EN يا شباب KLMN الرابع يعني سالب 13.6 على 4 تربيع ناقص يبقى زائد 13.6 ال KL اللي هو التاني 2 تربيع، واضرب في 1.6 في 10 أس 19 عشان يبقى الكترون فولت، والاتش ده ثابت بس. ونجيب النيو باللبس. ال 44 الاجابه الف دي يا جماعه ان شاء الله. 45 بيقول ما نوع القطب المتكون في الملف ايه؟ لحظه الغلق. مشوا التيار كده، امسك الملف كده يبقى ده شمالي وده جنوبي. لحظه غلق اكنك بتقرب يبقى عامل شمالي، يبقى شمالي. واتجاه التيار المستحث شمالي جنوبي، يبقى التيار المستحث هنا يبقى كده، يبقى التيار هيبقى من A ل B، من A ل B. مستخدمة البيانات الموضحة اوجد ال RX1 على ال RX2. بص انا هعملها لك الاول بطريقتي يعني RX1 على ال RX2 طريقة اسلام سلامة ان ناقص 1 في R توتال ونو ان ناقص 1 في R توتال. دول يروحوا مع بعض. ال N هنا يا ولاد انت هنا وصلت لنص التدريج، يعني ال N ب2. هنا انت وصلت لقسم من اصل 4 يعني ربع التدريج. ربع التدريج يعني N ب4، يبقى النسبة 1/3. دي بطريقة اسلام سلام. طب بالطريقة بتاعتهم تعالوا اقول لك بالطريقة بتاعتهم ازاي. I جزئي على I كلي بتساوي RX على RX زائد R توتال. R توتال على R توتال زائد RX. معذرة. I جزئي 200 من أصل 400 بتساوي R توتال معرفهاش على R توتال زائد RX1. وتك تك تك تجيب ال RX1 بدلالة ال R توتال. تمام؟ بدلالة ال R توتال. تاني مرة نفس النظام. I جزئي على I كلي بتساوي R توتال على R توتال زائد RX2. I جزئي في المرة التانية 100 من أصل 400 بتساوي R توتال على R توتال زائد RX2. ونحسب ال RX2. أنا ممكن برضه أحسب لك ال RX1 دي عاملة نص. يعني هنا يبقى 2 R توتال بتساوي R توتال زائد RX1. RX1 هتبقى 1 R توتال. هنا تبقى 3. خلاص فعلا يبقى نسبة 1 لإيه؟ ل3. أشوفكم على خير. مستر إسلام سلامة.